لقد قابلت العديد من الوجوه في حياتي، من إلز إلى دورمو إلى هذا الوجه الحالي. ربما سأصنع مقطع فيديو عنها يوما ما، ولكن اليوم يتعلق بهوس واحد على وجه الخصوص، إنها تايلر سويفت بالطبع. نعم، لقد كنت من معجبي تايلر سويفت المتحمسين. في سن 14 فقط وقعت أول عقد تسجيل لها، ومع مرور السنين استمرت قاعدة معجبيها في النمو والنمو والنمو. لقد حطمت الأرقام القياسية يمينا ويسارا، وغني عن القول أن الناس كانوا يعشقون موسيقاها، ويبدو أن الأمور لا يمكن أن تتحسن بالنسبة لنجمة البوب، أليس كذلك؟ لقد أصبح الأمر سيئا حقا. دخل سكوت بوركيتا إلى المشهد. إنه الرئيس التنفيذي لشركة بيد ماشين ريكوردز، وهي الشركة التي كانت مرتبطة بها بعقد. باختصار، باع بوركيتا شركة بيد ماشين إلى رجل يدعى سكوتر، وهو رجل كانت تكرهه والآن يمتلك جميع تسجيلاتها الأصلية. وهذا يعني أن هذا الرجل السيء يحصل على كل الأموال من موسيقى تايلر، الموسيقى التي صنعت منها نجمة في المقام الأول. حاولت إعادة شراء موسيقاها، لكن في النهاية قررت أن إعادة تسجيل أغانيها هو خيار أفضل. الآن دعونا نطير خارج كل هذه الدراما، وسأخبركم بما هي جدوى كل هذا. في ضوء هذه الإعادة للتسجيل، أعيد إشعال وجه المعجب بتايلر سويفت. فيرلس. هذا الألبوم استدعى السلطات لأنني تعرضت لاعتداء على وجهي بحنين كبير. هنا ستبدأ صفتي كمعجبة بتايلر سويفت. لقد كان ثاني ألبوم لتايلر وكان رائعا. الأغنية الأبرز فيه كانت لاف ستوري التي